أهلا بيك يا صديقي العزيز. النهاردة عندنا 3 ملفات من عيار التقيل. نبدأ بالملف كولر. علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان دينامو لامبورتي وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، وقال: كان لامبورتي قد قال عبر حسابه الرسمي على الانستغرام أمس الأربعاء: تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية حول مفاوضات مزعومة بين مارسيل كولر والنادي الأهلي، لا سيما فيما يتعلق بمستحقاته المالية. وأضاف: أود هنا التوضيح أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث لا توجد أي اتفاقات أو عروض بالشكل المذكور. أرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والإشاعات والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط. نعمل بمهنية والمهنية ونتوقع نفس المستوى من المهنية والتعامل المتبادل. وقال شوبير في تصريحاته عبر قناة الأهلي: سر هذا البيان حسب معلوماتنا أن البعض بيحاول يلعب في العلاقة بين الأهلي ومارسيل كولر. وأضاف: يتم الإيحاء لكولر أن الأهلي يحاول الإساءة له خلال فترة ولايته إطلاقا بعد التصريحات التي تشوه من إنجازاته وقدراته. كل كلمة بالترجم لكولر ولوكيل أعماله. وتابع: حتى وقتنا هذا كولر حصل على كل المستحقات المالية، حيث حصل على راتب شهر إبريل وسيتم تحويل راتبه شهر مايو. باقي المستحقات التي تمتد للموسم القادم الأهلي يتفاوض عليها. إذ لم يتم الوصول لاتفاق، الأهلي لم يتردد في الوفاء بمستحقات المدرب السويسري. كشف أحمد شوبير نجم الأهلي السابق على آخر تطورات مفاوضات الأهلي الأحمر مع نجم رامي ربيعة وحقيقة رغبة العين الإماراتي في ضم اللاعب. وقال شوبير عبر قناة الأهلي: رامي ربيعة أنا تواصلت مع بعض المقربين مني في نادي العين وسألتهم: هل أنتم مهتمين بضم رامي ربيعة؟ ردوا: نعم، ولكن لسه مفيش تفاوض رسمي مع الأهلي وهو عقده قرب على الانتهاء. وأضاف: موضوع رامي ربيعة يختلف عن رمضان صبحي، وهناك تفاوض مع اللاعب من الأهلي حتى هذه اللحظة. وتابع: النادي الأهلي جايز يفتتح كلام معاه تاني وهو عنده استعداد أن يخفض في الأرقام اللي طلبها. كشف أحمد حسن نجم الزمالك السابق عن نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع أحد لاعبي الأهلي. وقال أحمد حسن عبر موقع فيسبوك: بايرن ميونخ الألماني يطلب التعاقد مع حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الصاعد. وأظهر حمزة عبد الكريم تألقه لافتا رفقة المنتخب المصري خلال بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما، ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين التي أقيمت مؤخرا في المغرب. وتم تصعيد اللاعب للمشاركة مع الفريق الأول للأهلي.